بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اذكر الله إلا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شوف ايه يوم القيامة. طبعا بقى احنا طالعين بقى بأكل فراخ طبعا، بس انا جايب لهم اكل كده حاجات بسيطة. تمام، هتقولي لي ليه جايب لهم اكل بسيط؟ جايب لهم كده يا جماعة حاجات بسيطة، انه النهاردة هنقفل العشرة الجديدة بإذن الله تعالى. فطبعا بقى وفي نفس الوقت هوريكم الفيديو الجديد، هوريكم الطيور الجديدة اللي جت معايا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شوف يا مكرمة. طبعا بقى هنحط ده كده، طبعا هنقفل، هنحط الحجر زي ما بنعمل. طبعا خلاص والحب فاضل له تكة تكة تكة. اي يا جماعة تكة تكة خلاص. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا دي بقى أسرة الهندي، دي أول حاجة جات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شوية مكرمة. طبعا دي بقى متكونة من أسرة الهندي، من ديك وفرختين. اللهم صل على النبي. طبعا بقى هي الفرخة كانت بيضة امبارح، فطبعا أنا رقدتها سبتها لها هنا أهي. الله أكبر. طبعا بقى أنا عملت هنا زي مكان كده تاني للفرخة اللي هتبيض فيه. ماشي، دي فرخة معانا. تمام، دي فرخة وثلاث فراخ وديك. طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا انا حابس ده هنا طبعا لان العشه خلاص هتتفك النهارده. وطبعا دي هنا البدوات اللي انا هاخدها دلوقتي اطلعها بره في قلب العشه. طبعا هنجيب السلاكه دي بتاع المشاة هنحطها هنا. طبعا طلعتها امبارح، ما كنت شايلها وطلعتها. تمام، دي كده طلعتها كده. طبعا البدوات يا جماعه تعبانه خالص. طبعا هنحاول ان احنا نسيبها ان كده بقى هما القفص عمل عليهم. طبعا انا هحطهم في سلافة الحمام لحد ما نخلص التقفيص النهارده. اللهم صل على النبي. طبعا هما جعانين، طبعا انا هسيبهم ياكلوا. طبعا الفراخ خلاص دي هتموت من قلة الاكل. ان احنا يا جماعة ما شوفوا يا جماعة الديك هيشقف تاني وهيتعب، ربنا يستر. طبعا اهو احنا هنحط لهم بقى خضار لحد شويه كده عشان الشمس تنقع. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. زي ما انتم شايفين 2 4 5 3 8 والصغيرة تبقى التسعة بتاعتهم. طبعا انا بطلع بقى ده اكبر ديك يا جماعة فيهم. ده الديك ده عاتق. طبعا الفرخة دي معاه. طبعا نطلع لهم بقى سقاية المية. طبعا الفرخة اللي بتبيض. طبعا يا جماعة هنستنى بقى الفرخة دي لما تخلص بيض وهنعمل تهجين بين الطيور. بس طبعا التهجين ده يا جماعة هيبقى عندنا احنا هنا، مش هنديه لحد. تمام، ده اللهم صل على النبي. دي الأسرة اللي عندي البدوهات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ده بس الروتين كده يا جماعة النهاردة. تمام، وفي نفس الوقت هوريكم الطيور اللي معايا الجديدة ما شاء الله تبارك الرحمن. ده طبعا الديك التايجر بتاعي. الله أكبر. طبعا يا جماعة احنا لسه هنجيب أسرة كمان، مش الأسرة دي بس، إن شاء الله هنجيب أسرة هندي كمان. هيبقى عندهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله تبارك الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم اطرح لنا فيه البركة وزدنا كمان وكمان منه. طبعا بقى دي الفرخة اللي بتبيض. طبعا أنا هشوفها عليها البيضة النهاردة ولا لأ. لا مطرية يا جماعة خلاص على البيضة. طبعا انا عاوز اسيب دول بس مش عارف هيضربوهم ولا لا. طبعا انا طبعا طالما انا خايف فبلاش منه، احسن ان انا اطلعهم. لا خش جوه يا حبيبي، معلش.
تعالى ناكل من الاكل كله. تعالى نشوف البيض ولا لا، مفيش بيض. تعالى يا جماعه شوفوا الدكر بقى، السبع اللي احنا جبناه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الدكر ده قطع كام؟ الدكر ده يا جماعه هو وش اسود، ان ده بلدي بس تقيل، مخلط على مسكوف بس وش اسود تمام، بس لسه صغير. دي يا جماعه بتبقى محميه في وشه. الدكر ده خلاص يا جماعه هيبقى ثابت معانا، ولسه حاجزين كمان. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حاجزين يا جماعه بط عند كمال الوكيل، حجز منه برضو دكر، وان شاء الله هنحجز منه وهناخد منه نوتي، بس ان شاء الله مش هاخدهم الا لما انزل مع عند المنصوره تاني. طبعا زي ما انتم شايفين الديك بتاعي كبر، الديك التركي. طبعا مش هبيع منه دلوقتي يا جماعه، انا كنت هبيع الاسره، بس اللي عاوزها يقول لي. طبعا الديك الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبر. طبعا بقى احنا هتعمل العيش دي كلها هتتفك يا جماعه وهتتنقل الجنب التاني. الديك بتاعي تعبان. طبعا هنديله انا لسه شايفه دلوقتي. تديله يا محمد، هديله واحده 2 تتراسيد في بقه تمام، وهحط له في الميه برضو علاج تمام، هيفوق معايا بسرعه. طبعا احنا كده ما شاء الله الله اكبر الله اكبر اللهم زد وبارك اللهم زد وبارك. بقى عندنا دلوقتي 3 سلالات يا جماعه. طبعا من الرومي التركي تمام، دي سلاله. السلاله التانية سلاله الهندي. السلالة التانية اللي هو التركي الرومي التركي. السلالة التالتة اللهم صل على النبي البدوهات. يبقى كده احنا عندنا بدوهات، رومي تركي، هندي تمام. ده كده حاجة. الحاجة التانية ان احنا ان شاء الله في شوفوا يا جماعة الفرخة خدت الاكل وراحت هناك عند الديك عشان ياكل. طبعا الديك انا لو طلعته بره هينفش وكل حاجة، بس هيخش مضربة مع الديك الهندي، وانا مش عاوز اطلعهم دلوقتي يضربوا بعض تمام زي ما انتم شايفين كده. الدكر ده يا جماعه جاب كام؟ الدكر ده يا جماعه جاب 250 جنيه. ده دكر تطريق يا جماعه. دكر التطريق ما بيبقاش ما بيجيش بالوزن، ده بيجي بالتطرقه. بيجي ازاي؟ ده بروح السوق وما بجيبه من حد، بقول انا عاوز دكر تطرقه مش دكر ذبيح تمام. فهو ادوني دكر تطرقه. الله اكبر يا جماعه، انا خدته وكان معايا اكتر من 30 دكر والله العظيم يا جماعه. اللي خلاني خدته واتمسكت بيه هو وشه اسود وكده، بس اللي اتمسكت بيه يا جماعه عشان عمل وح جامد. طبعا الدكوره اللي بتوحها كده بتبقى تعرف ان هي بتطرق وكده. طبعا بقى احنا هنعمل لها كذا حاجه. طبعا زي ما انتم شايفين الديك تعبان ازاي، هنديله علاج شوفوا الفراخ بتضرب بعض. طبعا بقى هنعمل عشه للرومي لوحديه، وهنحجز الفراخ البلدي برضو لوحديها. كل حاجه هتبقى معايا يا جماعه. واستنوني في الفيديو بتاع بالليل ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله كله خير وكله بركه، وكله بقى بنجهز بقى للموسم باذن الله. خلاص يعدي علينا شهر 2 دلوقتي. احنا النهارده اللهم صل على النبي كام؟ احنا النهارده 11/1. اللهم تم علينا هذا الشهر بالخير، ويجي علينا شهر 2 يعدي علينا بالخير وكل حاجة حلوة، ما يجيش فيه اي شر ولا اي حاجة ولا اي حاجة في طيورنا. اللهم امين اللهم امين. دي طبعا بقى الفراخ بتاعتي يا جماعة تمام ما شاء الله تبارك. دي طبعا بقى الفراخ الهندية يا جماعة بتاعتنا. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا دي بقى الفرخة بتاعت الحمرة. طبعا انا مسميهم امنا الغولة، اللي هي ام لوزة اللي هناك اللي في الوش دي مسميها امنا الغولة، ومسميها هناء وشيرين. دي طبعا شيرين يا جماعة الله اكبر يعني سمتهم. والديك طبعا هنسميه، وانا لحد الان انا مسميه شراني 2. ده الشراني 2 بس مش شراني اوي يعني، في سنة طيبة شوية. طبعا بقى حد يعرف بقى يجيب المستوى ده يا جماعة؟ حد يعرف يجيب الكشمة دي بتاع الوش؟ اقسم بالله والفرخة ما بتخافش يا جماعة يعني الحمد لله. ام شادي معلماها على
يعني تطمئن للحاجة وكده. اللهم صل على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا ان شاء الله في اسرة تانية هتبقى موجودة باذن الله تعالى. اللهم صل. طبعا شوف الفرخة يا جماعة، اقسم بالله حنية ما تتوصفش. طبعا اوديك لو شافها دلوقتي وهي راقدة كده، بصوا اديك الفرخة عايزين تعرف هي بتضطر ولا لا. بصوا طبعا انا هنشوفها فتحت ولا لا. الله اكبر يا جماعة، فتحة مع فتحة صباعين، تمام. دي كده فتحة صباعين. طب تعالى. طبعا يا جماعة انا كنت حالف على الهندي، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ما بكدب عليكم. انا كنت حالف على الهندي انه ما يدخل بيتي، والله 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 ما كنت حالف عليه انه ما يدخل البيت خالص، تمام. بس هي جت صدفة ان انا كنت جايب ديك وفرخة واتنصب عليا فيهم. الديك كان بتاج، الديك كان شكله حلو، والفرخة كانت بلوزة كان مستواها برضو حلو. بس الديك اللي هو مش كانش مستوى قوي، كانت رجله تخينة تمام، بس كان كبير في السن لدرجة ان الديك والفرخة كانوا كبار في السن قوي قوي. حتى الفرخة كانت قطع بيض، كانت بترقد عادل. الديك كنت تعمل لها كده ترقد تتطرق مش عارف ايه، ما تعملش الا اكتر من كده، تمام. طبعا اتضحك عليا فيهم. كنت جايبهم بكام؟ كنت جايبهم ب500 جنيه. طبعا ضحك عليا فيهم وقلت ربنا يعوض عليا يا رب. اللهم عوض عليا فلوس وراحة. طبعا لما جيت بعتهم بخسارة، ما يعني يعتبر وقف عليا 200 جنيه. فيلا الحمد لله. كل اللي جابه ربنا كويس. انا لو اعرف ان الانتاج شغاله ما كنتش بعتها، بس يلا الحمد لله كله خير. طبعا جبت بقى الاسره دي، اسره مكونه من ديك و3 فراخ. ربنا يتم علينا الخير والبركه منهم. لسه كمان يا جماعه هنجيب تاني اسره، بس احتمال الاسره التانية هتبقى هندي، يعني هندي برقبان، يا اما هتبقى كلها فيتنامي ان شاء الله. ومشاهد تحجز لنا ديك وفرختين، ديك و3 فراخ يا مشاهد فيتنامي، تمام. انا بقولها لك في الفيديو، ديك كده يبقى ديك و3 فراخ، تمام. هتجيبيهم يا اما شغالين، تجيبوهم يعني ايه في بدايه شغلهم، تمام. اللهم اطرح فينا البركة، اللهم زدنا البركة، اللهم امين اللهم امين. يعدي علينا شهر 1 وشهر 2 بالبركة وكل حاجة، ويهل علينا شهر 3 يبقى رمضان، يهل علينا يا رب بالخير. طبعا بقى مش هنتدخل يا محمد دورة بط وكده وحاجات زي كده. قال لكم يا جماعة انا مش هدخل بط ومش هدخل طيور تاني ذبيح، ان انا بصراحة انا تعبت من تربية الطيور الذبيح وكده. انا كنت حاجز دورة بيضة، فهي ونصيبها لسه مش عارف يا دخلت يا ما دخلتش، تمام. بس احتمال انا 100% احتمال ما دخلهاش، مش هدخل الا لبيتي، تمام. ان انا مش لازم ادخل السنه دي، مش هدخل خالص طيور الا بعد رمضان باذن الله. هنوقف باذن الله بعد رمضان الطيور، تمام. شايفين الديك يا جماعه؟ الله اكبر. انا عايز بس القط صوره بس، ما شاء الله. طبعا زي ما انتوا شايفين، طبعا الارض دي كلها كده هتتكنس النهارده، والخنان دي النهارده هتتشال خلاص، اخر ميعاد لها النهارده. الخنان دي يا اما الخنان دي يا اما اعمل الباب العش هنا في النص، باب العش هعمله هنا في النص، تمام. يا في النص انتوا ترجح عليا، بس يا ريت يا جماعه اللي يقول لي دلوقتي قبل ما ابدا فيها، يا الباب الحته المشمع دي يا اما الحته دي. العش هتتعمل فيها باذن الله تعالى النهارده، تمام. فانتوا تقولوا والمكان ده خلاص كده هيتقفل النهارده باذن الله. هقفل النهارده خالص خالص خالص، مش هخلي يبقى فيه اي حاجه باذن الله تعالى. النهارده مش هيبقى فيه اي حاجه في المكان ده. كل سنه وانتم طيبين، والامه العربيه بخير وبصحه وسلامه. طبعا الديك ده هديله تترصيد، الفراخ كلها هديلها تترصيد النهارده، يا اما هحط لهم في الميه. كل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم كده الشهر الكريم بخير يا رب العالمين. وكل سنة وأعزائي وأحبائي بخير، وألف شكر لإخواتي وحبايبي اللي خلاني وصلت 100 متابع. إخواتي وحبايبي في الله، أقسم بالله أقسم بالله إخواتي وحبايبي أقسم بالله. ربنا يا رب يديم المحبة بيناتنا، ما يدخلش بيناتنا أي شر. كل اللي على السيرة يا جماعة تحت أمره. والمسابقة يا جماعة يوم 26/2
بداية المسابقة يوم 26/2. انا بقولها لكم أهو. يوم 26/2 بإذن الله تعالى. انا وصلت 500 متابع. اقسم بالله يا جماعة السحب هيبقى على رومي التركي كتاكيت، تمام، وفي بث مباشر كمان. اللهم صل على النبي، اللهم بارك يا رب العالمين. زي ما بقول لكم كده يا جماعة اقسم بالله ان شاء الله يبقى. شوفوا ماشي يا جماعة، اديني بعرفكم اهو. يوم 26/2 لان ده هيبقى يوم عيد ميلادي واليوم اللي انا هعمل فيه المسابقة بإذن الله. وكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو. انا عارف ان انا طولت عليكم، بس يا رب يكون الفيديو محبب على قلبكم. طبعا ما تنساش اللايك في القناة، اللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.